من النوادر ان يكون الشوارع في كولومبوس زحمة بالشكل ده، لان هي مدينة هادية هدوء قاتل. عشان كده حبيت اصور لكم الحدث السعيد ده، والناس مش متجمعة كده من غير سبب، لا ده علشان النهاردة ليلة عيد. عارفين يا جماعة الهالوين، العيد اللي كله عفاريت وقرع وازياء غريبة ده؟ اهو الناس دي متجمعة علشان كده، جايين واقفين طوابير ملهاش اخر علشان يسهروا في الاماكن دي. تعالوا أحكي لكم قصة الهالوين من أولها. الهالوين مش اختراع هوليود ولا مؤامرة عالمية زي ما بعض الناس فاكرة. هو أصله قديم جدا، من أكتر من 2000 سنة، أيام ما كان فيه شعب اسمه السلت في أيرلندا واسكتلندا. الناس دي كانت بتحتفل بليلة اسمها سمهاين، وكانوا بيعتبروا الليلة دي نهاية الصيف وبداية الشتاء، وكمان الليلة اللي الحدود بين عالم الأحياء والأموات بتبقى ضعيفة، يعني الأرواح ممكن تطل علينا زيارة سريعة كده. ففي منهم الأرواح دي، في منهم أمواتهم، وفي منهم أرواح شريرة. أرواح أمواتهم كانوا بيستقبلوها بشوية طقوس كده، وبيحضروا وليمة أكل فيها كل الأصناف اللي كان بيحبها المتوفي، وبيولعوا شموع ويفضلوا ينادوا على الأموات أو يقولوا كلام حلو في حقهم. كل واحد بقى بيقول كل اللي نفسه فيه للمتوفي بتاعه كأنه قدامه. بعدها بيوزعوا الأكل على أرواح الميت، يدوها للمساكين يعني، وبعدين يدخلوا يناموا. وكان المتوفي فعلا بيجي لهم في الحلم. أنا على فكرة جربت الطريقة دي على فكرة ونجحت معايا. أما بقى الأرواح الشريرة دي ليها قصة تانية خالص، ومن هنا بدأت الحكاية. علشان يحموا نفسهم من الأرواح الشريرة كانوا بيلبسوا أقنعة وأزياء غريبة، ويولعوا نار، ويعملوا طقوس تحميهم، لأن هم كانوا بدائيين كده وما كانش عندهم دين، مفيش عندهم أي فكرة عن ربنا. بعد كده لما المسيحية دخلت بقى وانتشرت، الكنيسة دمجت الاحتفال ده مع عيد اسمه All Hallows Eve، يعني ليلة جميع القديسيين. والاسم ده مع الوقت اتحول للهالوين. مع الهجرة الأوروبية لأمريكا، العيد سافر وراح وصل أمريكا، لأنه أصلا ما بدأش طبعا زي ما قلت لكم، بدأ من أيرلندا واسكتلندا، وصل واتطور بقى في امريكا. انتوا عارفين بقى الامريكان مجانين، اي فكره توصل لهم بيبدعوا يحطوا بقى التوابل والخلطه بتاعتهم عليها، يعني ما بيسيبوش كده الحاجه كده تعدي عادي. حبوا بقى الفكره بس زودوها بشويه هزار وشويه العاب، وبدات العاده بتاعه تريك اور تريت، اللي هي الاطفال بيلبسوا لبس مرعب ويخبطوا على البيوت، ياخدوا حلويات يا اما يعملوا مقلب. عارفينها دي طبعا، شفتوها اكيد في الافلام. ف... فهو هنا في أمريكا مش عيد ديني ولا له أي قدسية ولا له أي معنى. هو مجرد حفلة تنكرية كبيرة، كل واحد بيلبس لبس متنكر وخلاص، زي ما انتم كده شايفين دلوقتي الناس لابسة ايه وعاملة ايه في نفسها. دلوقتي العيد ده بقى عالمي، تحتفل بيه أمريكا وكندا وإيرلندا وإنجلترا، حتى الدول العربية في الإمارات ومصر وقطر وكل البلاد دي بدأوا كمان يحتفلوا بيه في المدارس. الناس بتلبس شخصيات أفلام أو كائنات مرعبة، أفلام كرتون حد مشهور، وبيعملوا مسابقات لأفضل زي مرعب وأفضل ديكور بيوت، اللي هو الديكورات المرعبة. كل البيوت بتتحول لفيلم رعب مؤقت كده يعني. اما الاكل، اشهر حاجه بقى مرتبطه بالهالوين هي قرع العسل. بيعملوا منه فطاير، شوربه، وكمان بيستخدموه في الزينه، يعني بيحفروا فيه وشوش كده مرعبه، وبينوروها من جوه بشمعه. وطبعا العيد الرسمي الهالوين هو ليله 31 اكتوبر، اللي هي الليله اللي احنا فيها دي كل سنه. اللي بعدها على طول اول نوفمبر بيكون عيد جميع القديسين. يعني باختصار، الهالوين بدأ كطقس روحي من 2000 سنة، وتحول وبقى حفلة تنكرية عالمية بين الرعب والضحك. هو مش عيد عبادة ولا حاجة مرعبة فعلا، هو مجرد احتفال بالخيال بس بنكهة مرعبة شوية. ما تصدقوش الناس المتطرفة فكريا اللي بتحذر من المشاركة في الاحتفال ده، لأن الناس اللي في العالم العربي مبالغين جدا وعندهم تصعيد للمواضيع بشكل غير مبرر. لأن أنا لاحظت صفحات كتيرة بتحذر ويقول لك ده كفر واحتفال بالشيطان وبتتصلوا بالشيطان، مكبرين الموضوع بشكل عجيب، مع ان الامريكان اتفه من كده بكتير. الامريكان يا جماعه ابسط ابسط من البساطه، يعني هم عاملين كل ده عشان يضحكوا ويهيصوا، ولا في دماغهم شيطان ولا مش شيطان ولا اي حاجه. اللي يعيش في وسطهم يعرف ان هم سطحيين جدا وتافهين، لا بيحتفلوا بهدف ارضاء الشيطان ولا عندهم فكره عن مفهومنا الغبي ده. لو كانوا يعرفوا ان احنا هبل او جهله كده كانوا يعملوا علينا حفله. هي عندهم مجرد حفلة تنكرية وخلاص،
يعني حتى المسلمين هنا احنا ما بنشاركش معاهم في حاجه، لان هي ما فيهاش حاجه، ده حفله تنكريه، بس احنا عموما العرب والمسلمين ما بنشاركش معاهم. وطبعا ليلة زي كده بيكون فيها أكبر نسبة مبيعات للمطاعم والبارات، وأصلا من قبلها بشهر بيحصل أكبر نسبة مبيعات لملابس التنكر، وأكبر نسبة مبيعات للديكورات بتاعة البيوت أو الزينة، والأرباح بتكون مضاعفة في الليلة زي كده، يعني رزق الهبل على المجانين. وأسيبكم شوية مع الأجواء دي تشوفوا الأمريكان يعملوا إيه. هنا ما خلصنا هنا ده. طلع لي في الفيديو حاجة قرف. طب ما هو في ناس في البلد، انا قلت البلد اللي احنا قاعدين فيها دي فاضية. والله صدمت. ايه اللبس اللي هم لابسينه ده؟ انا خايفة انزل حاجة على اليوتيوب يقول لي ممنوع. ايوه الباقي اللي هي لابساها الكذا، عندي واحدة زيها. عدينا كده. Bro, why is the group getting separated? Where are they? Excuse me. شو انا كنت عايزة اصور دول. حلوة الزحمة. I'm not paying for it though. I'll pay for it. صدق ان انا غبية، المفروض اعمل شغل.